أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن قصة، بصراحة قصة مدهشة. قصة عن الصمود، الإيمان، ويعني إيه فعلا تكون غني. الحكاية دي ممكن جدا تغير مفهومنا كلنا عن النجاح. طيب، خلونا نبدأ بسؤال كده، سؤال مهم قوي. هل ممكن الواحد يتخلى عن كل حاجة يملكها ويكون ده هو بداية كل حاجة حلوة في حياته؟ يعني تسيب كل شيء عشان تلاقي كل شيء. القصة بتاعتنا النهاردة بتقدم إجابة، بصراحة إجابة ملهمة قوي للسؤال ده. طيب مستعدين؟ يلا بينا ندخل في تفاصيل الحكاية. أول فصل في قصتنا بيبدأ بتضحية، ومش أي تضحية، تضحية ضخمة جدا. اللحظة دي كانت هي نقطة التحول اللي غيرت كل حاجة بعد كده. قبل ما كل ده يحصل لازم نعرف عبد الرحمن بن عوف كان مين في مكة. الراجل ده كان ناجح جدا، يعني ناجح بكل معنى الكلمة. كان عنده بيته وفلوسه وتجارته اللي ماشية زي الفل، يعني حياته كانت مستقرة وما فيهاش غلطة. لكن تخيلوا معايا، هو قرر بنفسه يسيب كل ده، كل حاجة حرفيا، البيت، الفلوس، التجارة وشقة وتعب سنين طويلة، كل ده رماه ورا ظهره في لحظة واحدة. ليه؟ عشان إيمانه وعقيدته وقت الهجرة للمدينة. قرار مش سهل أبدا. وهنا بقى بنوصل للحظة الفارقة، اللحظة المحورية اللي حصلت في المدينة، واللي رسمت شخصيته من جديد وحطته على طريق مختلف تماماً عن اللي كان ماشي فيه. أول ما وصل المدينة كان حرفيا مش معاه أي حاجة، صفر. واحد من الصحابة شاف حاله وقدم له عرض، بصراحة عرض لا يصدق. قال له أنا هقسم معاك بيتي وثروتي بالنص، يعني عرض محدش يقدر يرفضه في الظروف دي أبدا. لكن هنا بنشوف عظمة الشخصية. رد عبد الرحمن بن عوف كان رد للتاريخ. بكل هدوء وثقة بصله وقاله: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. الجملة دي الجملة دي لوحدها حكاية بتلخص كل اللي جاي. اللي عمله ده هو بالظبط معنى كلمة الاعتماد على النفس. هو رفض ياخد مساعدة سهلة، كان عايز يبدأ من جديد، يبني مستقبله بإيده، بمجهوده وبعرقه، من الصفر حرفيا. ومن اللحظة دي، من السوق بتبدأ رحلة صعود، يعني مش مجرد صعود، دي رحلة أسطورية. رحلة تحوله من راجل بدأ من ولا حاجة لواحد من أكبر تجار المدينة. طب عمل إيه؟ الطريق للنجاح كان خطوات بسيطة، بس محتاجة ذكاء وإصرار جبار. بدأ بأبسط حاجة، يشتري ويبيع في السوق، ومن هنا ابتدى يفهم أصول اللعبة، قواعد التجارة. ما كانش مجرد بيبيع ويشتري وخلاص، لأ، كان بيتعلم من كل غلطة ويشوف الفرصة فين ويكبر شغله خطوة بخطوة. كان عنده حس رجل الأعمال بالفطرة. وفعلا بمجهوده هو وبس قدر في وقت يعتبر قليل جدا إنه يبقى واحد من أغنى الناس في المجتمع. دي قصة نجاح في ريادة الأعمال تدرس يعني. بس لحظة، القصة مش بتخلص هنا. مش مجرد قصة واحد بقى غني وخلاص. الجزء الأهم والأعظم هو كان بيعمل إيه بالثروة دي. هنا بقى بتظهر شخصيته الحقيقية ومعدنه الأصيل. وهنا بنشوف حاجة عجيبة جدا. بالرغم إنه كان من أغنى الأغنياء، حياته الشخصية كانت في منتهى البساطة والتواضع. كان يملك ثروة رهيبة، لكنه في نفس الوقت كان عايش حياة زاهد، وقلبه متعلق بربنا ومبادئه. فلسفته في الفلوس كانت بسيطة وواضحة. كان مؤمن إن الفلوس دي مش ملكه أصلاً، دي مجرد أمانة ربنا ائتمنه عليها. ووظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها تتصرف في الخير وتساعد الناس وبس. طب كرمه ده كان شكله إيه؟ عشان نتخيل بس، في مرة من المرات قافلة تجارية كاملة رجع المدينة بكل البضاعة اللي فيها، تبرع بيها كلها للفقراء والمحتاجين. قافلة كاملة، متخيلين حجم العطاء ده عامل إزاي؟ ومش بس كده، ده مثال تاني. استخدم جزء كبير جدا من ثروته عشان يجهز جيش المسلمين. يعني ما كانش بيدي فلوسه بس، لا، ده كان بيستثمر في أمان المجتمع كله وفي استقراره. الكرم بتاعه كان له رؤية كمان. وكل ده بيوصلنا لنقطة مهمة قوي. القصة دي بتجبرنا نسأل نفسنا، هو إيه معنى النجاح الحقيقي فعلا؟ هل هو بس الفلوس والمركز، ولا في حاجة أعمق؟ الدروس اللي بنطلع بيها من حكايته يعني واضحة ومباشرة. أول حاجة إن الخسارة المادية مش نهاية العالم. تاني حاجة إن الإيمان والإرادة القوية هم اللي بيخلقوا أي بداية جديدة. وإن النجاح بجد هو إن الواحد يعمل إنجازات كبيرة بس يفضل قلبه طيب. وأخيراً إن الفلوس دي مسؤولية مش مجرد جايزة. في الآخر عبد الرحمن بن عوف ساب وراه فلوس كتير، ده حقيقي، لكن الإرث الأعظم، الكنز اللي بجد اللي سابه، هو السيرة الطيبة، ميراث من الأخلاق والكرم والعطاء اللي لسه بيلهمنا لحد النهاردة. وهنا السؤال الأخير اللي القصة دي بتسيبه لنا كلنا نفكر فيه. بعد كل النجاح والشغل والتعب، إيه الأثر اللي كل واحد فينا هيسيبه وراه؟ إيه هي حكايتنا اللي هتتحكي؟